بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من برنامج القضية. ممكن نتكلم على ماتش الزمالك ملك التفويض في مصر اللي فوت الماتش البيراميدز عشان الأهلي ما ياخدش الدوري. وزي ما اتكلمنا مع بعض قبل كده وقلت إن نادي الزمالك أو جماهير نادي الزمالك يعني بتتمنى إن الأهلي ما ياخدش بطولة أو الأهلي ما يطلعش على منصات التتويج أكتر ما فريقها ياخد بطولة. يعني ناس بتكره الأهلي أكتر ما بتحب فريقها. طبعا شفتوا الماتش بدأ امبارح عامل ازاي، تحس ان هما متفقين مع بعض، تمثيلية ومعمولة. طبعا شفتوا عواد وخرج اكتر من مرة في كورة وكأنه بيقول للاعيبة نادي بيراميدز ما تحط يا عم الجون فاضي اهو، ما تحط الكرة في الشبكة الجون فاضي. نادي الزمالك امبارح كان نازل مستسلم، يعني حتى ولا ده لعب الزمالك ولا ده لعب بيراميدز. وتحس ان بيراميدز لما نزل لقى الزمالك مسلم ايد ورجل، راح لاعب بالمستوى اللي انتوا شفتوه، مستوى لا يرتقي. ان ده ماتش يعني ده بينافس على دوري وعايز ياخد الدوري، وده حتى عايز يلعب في دوري الابطال، مش هقولك بقى يلعب في الكونفدراليه. يعني مش ده مش شكل واحد عايز يلعب في دوري ابطال اللي هو كده كده اصلا. انا مش فارق معايا التلاتة بونت، انا كده كده المهم الاهلي ما ياخدش الدوري. فكده كده كان متوقع ان الزمالك هيفوت. ليه؟ لما صفحة زملكاوية كبيرة بتتكلم باسم الجمهور نادي الزمالك تنزل بوست بتهدد فيه المدرب وبتتوعد ليه ان هو لو لعب كويس هيشخروه في الازاز ويرموه على وشه. هيفسلوا عجل عربيته، هيستنوه تحت البيت يضربوه وهو نازل. ان هو بقى انت لازم تسمع كلام رغبة جمهور الزمالك والزمالك، وتشوف اللي جمهور الزمالك ونادي الزمالك محتاجه وتعمله. وكانت اعذر من انذر، وقعدوا يقولوا كلام غريب يمكن انا اتكلمت فيه في الحلقه اللي فاتت وقلت ان هم بيتوعدوا للمدرب ان انت اوعى تكسب، اوعى تلعب لو لعبت كويس، واوعى اهلاويتك تطلعها علينا. احنا عارفين ان انت اهلاوي دسيسه، ولو طلعت اهلاويتك مش هيحصل لك كويس. ده اللي حصل. فطبعا للاسف بعض جمهور الزمالك كان فرحان ان الزمالك خسران. بل بالعكس، انا في واحد اعرفه قال لي، بقول له انتوا ايه هتعملوا ايه في ماتش بيراميدز؟ قال لي طبعا هنفوت، هي دي مش محتاجه كلام عشان الاهلي ما ياخدش الدوري. ده قال لي كده نصا، قال لي احنا هنفوت عشان الاهلي ما ياخدش الدوري. فتلاقيهم كلهم على صفحاتهم بيتمنوا هزيمه نادي الزمالك عشان خاطر الاهلي ما ياخدش الدوري. انت متخيل؟ انت متخيل اللي انا بقوله؟ ان هما يعني اللي واجعين دماغنا عن شرف المنافسه وان والنزاهه ومش عارفه الاحترام والمبادئ وبتاع، بص بيعملوا ايه. وهم بعيدين كل البعد عن المبادئ وعن النزاهه وعن اللعب النظيف. اللي هم في بدايه الدوري واخدين اول 3 نقط بالحب من محمد عادل، 3 نقط مش من حقهم، طالعين يكلمونا احنا عن الاصول والحق والمفروض يتعمل. تفتكروا ماتش بيراميدز لما الاهلي كان مطرود منه واحد، تحديدا كان عمرو السولية، لما اتطرد في الدقيقة 17 أو الدقيقة 18 ولعبنا ناقص واحد الماتش ده. لو كان الأهلي خسر كان الزمالك بعدد النقط، طبعا بيراميدز كان هياخد 3 نقط، كان الزمالك ما كانش هيلعب دوري أبطال. ولكن الأهلي هو الأهلي ما لعبش عشان يدخل الزمالك دوري أبطال، هو الأهلي لعب بشرف برجولة اللي احنا متعودين عليها. فلعب الماتش واحنا مطرود مننا واحد وتعادلنا وعطل بيراميدز عشان خاطر الزمالك يلعب ساعتها دوري ابطال. لو احنا بقى نفس العقليه ونفس الحقد والغل اللي فيهم كنا عملنا ايه؟ لا اخسر، انت كده كده مطرود منك واحد وكان مستواك ما كانش احسن حاجه في الماتش، فلا اخسر عشان الزمالك ما يخش دوري ابطال. يعني انتوا فاهمين العقليه، بس ده الفرق بيننا وبينهم. طبعا ماتش امبارح انا اتفرجت على ماتش سيء جدا 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 جدا. والجمهور زي ما تقول لك العبوا شرف، شرف إيه؟ انتوا تعرفوا عن الشرف؟ طب ما تلعبوا شرف انتوا الاول. بقى دي كوره تخش على عواد، يعني دي كوره تتشاط تدخل في محمد عواد. ده لو حارس ناشئ مش هتيجي، مش هيعمل كده. يعني ده لو عيل صغير مش هيعمل كده. ده مصطفى شوبير في نهائي دوري، في نهائي افريقيا لو تفتكروا، في النهائي لما كان الشناوي مصاب، كنا واقفين ايدينا على قلبنا ان هو هيقف جون وقلقانين لا الكرة تقع من ايده ومش عارفة ايه. وساعتها اتشاط عليه فاور مسكه من اول مرة، كلنا طلعنا اشدنا بيه. وكان وقتها يعني هنقوله عواد خبرات عنه، عواد متعود على الضغوط دي اكتر منه، ده كان لسه اول مرة يتحمل ضغط ماتش زي ده. ده الفرق بيننا وبينهم عشان تعرفوا يعني العقلية بتفكر ازاي. طبعا يا عم انت
يعني في ناس تقول لك ايه، اصل هم متفقين مع بعض ان هم يسيبوا لهم ماتش الدوري وبيراميدز يسيب له ماتش الكاس. يا حبيبي ده بيراميدز مين اللي هيسيب لك ماتش الكاس؟ بيراميدز هيسيب لك بطوله؟ بيراميدز بس بيضحك عليك زي ما قال لك كده، انسحب من السوبر وانا وانا هنسحب ومش هنلعب، وفي الاخر اول ما انت انسحبت راح هو لعب مكانك. فما تفكروش ان بيراميدز يعني ده عيال ناس عبيطه. ده هم انت حتى لو انتوا حصل اتفاق ان انت هتسيب لهم الدوري هم ياخدوا يسيبوا لك الكاس، ده مش هيحصل. هيجي في الكاس لو انت ما برضه ما لعبتش كويس وما لعبتش بشرع هيشيلك وياخد منك الكاس، ياخد البطوله على قفاك. فده الطبيعي، ما تستنوش منهم حاجه، لان الناس دي بتدور على مصلحتها وحقهم. انتوا اللي ضايعين في النص، انتوا اللي بتفرطوا في حقكم، انتوا اللي ما بتلعبوش بشرف. يا راجل ده الزمالك طول الماتش مش هاتش 3 4 كور، طول الماتش مش هاتش 4 5 كور على بعض. يعني ده الولا ايشو ناشئ الزمالك اخد الكوره رايحه له، المفروض ان وشه للجون هيروح، وابراهيم عادل ورا منه يعني بمترين تلاتة، المفروض ان هو هيروح لوحده هيجري يعني هيخش بقى على يهاجم. لا ده عايز يرجع بالكوره، يعني عايز يرجع لابراهيم عادل اللي هو ورا عشان ابراهيم عادل يضغط عليه، وفعلا رجع خطوتين اما ابراهيم عادل ضغط عليه اللي هو كان وراه اصلا. يعني انا مش فاهم حتى المذيع اتكلم عليها، المذيع قال لك انت بتعمل ايه يا عم؟ انت بترجع بالكوره لورا عشان يقطعها منك. حتى الصفحه بتاعت الزمالك اللي بقول لك عليها بتاعت الزملكاويه دي طول الماتش شغاله عماله تنزل بوستات تلقيح، قال يعني احنا زعلانين. يا ابني زعلان من ايه؟ انا لو زعلان على نادي الزمالك، انه نادي كبير ونادي زي بيراميدز معمول اول امبارح جه اخد مكانه وبقى بيحط عليه وواخده لا مؤاخذه فريسه سهله. هو ده اللي مزعلني. انما انا كماتش او ان انا مستني نتيجه، هو في حد اهلاوي عاقل مستني الزمالك يعمل حاجه؟ انا عمر الاهلي ما حط رقبته تحت ايد حد، انا مصيري في ايدي بفضل الله يعني اولا، ثم ان انا لعبت الاهلي انا ما بحطش ايدي دماغي تحت حد. انت مصيرك بقى، انت حر تتصرف فيه، لكن انا ما بحطش مصيري في ايدك او في ايد اي حد. فانا مش مستني انت كزمالك تعمل اي حاجه مع بيراميدز، ده هو اصلا كان متوقع من قبل الماتش انت مش هتكسب. ده اللي اتفرج على الماتش وما يعرفش ان انتوا هتفوتوا هيقولك الماتش ده متساب. هو ده مستوى الفريقين اصلا؟ يعني انت سيبك انت من ان انت مستوى الضحك اللي انت بتعمله في الدوري والمشاكل اللي بتمر بيها كلها، بس هل ده مستوى فريق بينافس؟ هل ده مستوى فريق عايز يلعب دوري ابطال؟ يعني ولا حتى يلعب كونفدراليه انت ممكن ما تلحقهاش اصلا. يبقى ما تزعلش بعد كده لما يقولوا على ماتشات الاهلي وبيراميدز ماتشات قمه، شبه ما اسمه ايه ده قالها قبل كده، وطلعتوا اتنططتوا وزعلتوا. وازاي يقول كده ايمن الكاشف لما قال لك ده ماتش الاهلي وماتش ازاي ماتش من مباراه القمه، وزعلتوا وطلعتوا عايزين ترفعوا عليه قضيه وبتاع. المره عنده حق، ما انت نزلت بيراميدز خد مكانك، زعلان ليه؟ بيراميدز اخد مكانك لما تلعبوا بشرف وتلعبوا برجوله يبقى ده كلام تاني، انما لما تنزل بايع الماتش اصلا انت مش في دماغك، زي ما الصفحات بتاعته كانت بتكتب ان هم انتوا كده كده مش مهم عندكم الثلاث نقط دول، انتوا كده كده ما بتنافسوش على حاجه. فانت كده فعلا انت كده كده اصلا بتنافسش على حاجه، يعني ولا بتنافس على دوري ولا بتنافس ولا الهوا. فانتوا كده كده مش محتاجين الثلاث نقط، فانت بدل ما تلعب بشرف وتقول ان انا حتى على الاقل احافظ على اي حاجه، لا انت بتسيبه عشان خاطر الاهلي ما ياخدش الدوري، ويجي في الاخر الاهلي بفضل الله هياخد الدوري. تبقى انت طلعت لا مؤاخذه كروديا. يعني انتوا وصل بيكم الكره ان انتوا تسيبوا ماتش عشان انتوا مش محتاجين 3 نقط عشان الاهلي ما ياخدش الدوري. انتوا بتلعبوا كده زي ما عملتوها قبل كده مع الترجي وقبل كده مع النجم، فانتوا متعودين طول عمركم على التفويض. فما تعمليش فيها ان انت يعني ايه فريق كبير. عواد عواد اللي الزملكاويه كانت بتشتم حسام حسن وبينتقدوه وبيطالبوا ان هو يقف يلعب اساسي في المنتخب، افتكروا دلوقتي ان هم عايزين حارس مرمى. يعني افتكروا في ماتش امبارح ان هم عايزين حارس مرمى غير عواد. انتوا متخيلين ان انا بقوله؟ عواد اللي كان الاستاذ احمد سليمان تقريبا او خالد الغندور مش متذكر مين فيهم طلع عمل بلبله على التلفزيون ان ازاي شوبير يبقى الحارس التاني في المنتخب وعواد التالت، وازاي ده شوبير يلعب او شوبير يقف اساسي يلعب في الماتش وعواد يقعد دكه، وان عواد اعلى منه وان مش عارفه ايه، بالرغم ان ده كان مترشح شوبير لاحسن حارس في افريقيا. لا بس عواد حارس مصر الاول، ده عواد مكسر الدنيا، وفي الاخر يكتشفوا ان هو امبارح بقى يقول لك اصل عواد ده هو ده مستواه يا جدعان، انتوا مفكرينه ايه؟ ده مستواه ضايع، ده حارس واقع، ده حارس وحارس وحارس. يعني منتهى العبث، منتهى العبث القروي.
بعد ما كانوا بيشتموا حسام حسن عشانه دلوقتي هم بيشتموه. ما تعرف لهمش، ما تعرفش ايد من رجل الناس دي، ما تعرف لهاش دماغ بتفكر ازاي ولا بيعملوا ايه. عواد يطلع يمسك الكوره يمسك الهوا، يعني اصلا كوره انت بالعقل ده، يعني ده بتثبت للناس كلها ان انتوا فعلا ان الزمالك او ان عواد هو اللي كان متعمد يعمل كده. الله اعلم بقى هل عواد اللي متعود يعمل كده ولا مين، لان كوره بعيد عنك فتطلع من مرماك بعد الستة يارد عشان تمسك الهوا وتفضل واقف لحد ما الكوره تطلع ركنيه. انا مشفتش حد بيعملها الصراحه، مشفتش حارس مرمى بيعملها. فانتوا كده كده متعودين طول عمركم على تعملوا كده، فانا اصلا مش يعني كنادي اهلي مش شايفكم اساسا. فانتوا تكسبوا تخسروا تفوتوا تنيلوا، انا كده كده الدوري بتاعي، انا كده كده في الصداره فوق لوحدي وانتوا موتوا بعض تحت. فكده كده مش فارق معايا انت كنت كسبت كنت خسرت، انا كده كده فرق بيني وبين بيراميدز نقطتين، فكده كده ان شاء الله باذن الدوري بتاعي. فانا مش شايفك، وانت كنت لو كنت انت كزملكاوي متخيل ان الاهلي ممكن يشجع الزمالك، الاهلاوي يشجع الزمالك في يوم، او ان هو يشجعه عشان يجيب له نقط مثلا يعطل له بيراميدز والكلام ده، تبقى انت غلطان. ما تعرفش النادي الاهلي ولا تعرف جماهير النادي الاهلي اللي احنا اصلا مش في دماغنا. احنا كنا يعني حتى لو بنشجع للضحك للهزار، مش تشجيع اللي هو تشجيع انا عايزك تكسب. لا، انا كنت بتفرج على الماتش عشان اضحك عليكم بس، اضحك على الفرقتين واهزر واضحك واقلس وبتاع واطلع بعد الماتش اتكلم، لكن مش عشان خاطر انا بشجع فريق يعطل فريق. انا بس حبيت اوضح عشان انا ما حدش، اصل انتوا كنتوا بتشجعوا بيراميدز امبارح ولا كنتوا بتشجعوا الزمالك امبارح، احنا ولا كنا بنشجع ده ولا بنشجع ده. احنا كنا، لو اتفرجت كنت اتفرجت على الماتش، وانا فعلا اتفرجت على الماتش، فاتفرجت على الماتش عشان اشوف المسرحيه اللي انتوا هتعملوها، لكن مش عشان اشجع الفريق ده ولا اشجع الفريق ده، لان انا ما بشجعش حد في مصر ولا في العالم غير النادي الاهلي. ده اللي ياخد وقتي وياخد مجهودي وياخد تعبي، غير كده ما حدش ايه، ما بشجعش حد. فكنت اتفرج عشان خاطر اشوف المسرحيه الهزليه اللي انتوا هتعملوها بس، مش اكتر يعني. فاتمنى تكون الحلقه عجبتكم، ويعني ربنا يصلح حال ملك التفويض في مصر، وربنا يكرم الجميع، وان شاء الله الدوري اهلاوي باذن الله. الاهلي فوق الجميع، الاهلي رقم واحد. سلام.